هاقول لك شوية حاجات أنا باشوف من وجهة نظري إن ممنوع تأجيلهم أو تأجيل تعليمهم لولادنا، وإيه هُم؟ أول حاجة الشكر، لمّا حد بيعمل لنا حاجة كويسة لازم نشكره في وقتها، لإن الشعور بالامتنان بيزرع جوّه ولادنا آآ كتر ما بنقوله بيتزرع جوّه ولادنا تكرار الامتنان للي حوالينا. تاني حاجة الاعتذار. كلنا بنغلط ومفيش حد فينا ما بيغلطش، بس لحظة ما نكتشف إن إحنا غلطانين نعتذر، وكل ما الاعتذار كان بدري كل ما فرص اللي قدامك إنه يسامحك كانت أكبر. الاعتذار بيزرع جوه ولادنا الإحساس بالمسؤولية. تالت حاجة الصلاة. لما الأذان يأذن ده معناه إن ربنا أكبر وأهم بكتير من أي حاجة في إيدك دلوقتي. المفهوم ده لو اتزرع جوه ولادنا بيديلهم شعور رهيب بالأمان طول عمرهم. لو عرفت تعود ولادك على الصلاة ده تمرين يومي على الالتزام، والالتزام هنا معناه مش بس علشان أي صلاة، لا، الالتزام ده هيكون معاهم في حياتهم. الامتنان، المسؤولية، الأمان، 4 قِيَم أساسية أنا باشوف إن هم أساس حياة أي طفل من ولادنا أو أي مراهق من ولادنا.